انت كده؟ انا اسفه، انا ما كنتش اقصد. انت كنت هتوقعيني على وشي على فكره، بس برضو ما ينفعش كده. خلاص يا مامي تعالي. أنا عارف إنها قلة الأدب، وعارف إنها غلطت فيكي، وعارف إنك مش هتصدقيني لو قلتلك إني هخليها تعتذر، بس ده فعلا اللي أنا هعمله. هتسيبيني يوم فرحي زي ما سبتيني يوم الجبنيوت؟ وانت اتعمل لك جبنيوت اصلا؟ وبعدين انا قلت لك لو ما عملتش جبنيوت انا مش هاجي معاك. مش هعرف أروح الكنيسة. أبويا لو كان عايش ما كانش سابني لوحدي. ابوك الله يرحمه قال لي يا سعاد كل حاجه يطلبها منك عماد اديها له، اتنازلي له عنها. ده عماد اغلى حاجه في حياتنا. بس يا سعاد اوعي تتنازلي عن كرامتك لأي سبب من الأسباب، حتى عشان خاطر عبد. خد يا حبيبي الظرف ده فيه النقطة بتاعتك. يلا يلا عشان ما تتأخرش على فرحك.